واشتغلنا يبقى بلدنا اولى بينا يعني. انت اشتغلت هنا في النادي الاهلي في قطاعات الناشئين من سنوات. 9 سنين. 9 سنين. ويمكن اللعيبه دي كلها الحمد لله طالعين من تحت ايدينا يعني الحمد لله. من النجوم الحاليين. كله يعني. في فرقه من الفرق اللي هي فرقه ال91 اللي هم في 8 بيلعبوا، انا مسكتها 6 سنين ورا بعض واخدهم هم قد كده. اللي هم مين بقى؟ اللي هو منجا وفي ايمن اشرف، حسين السيد، عبد الله عبد العظيم، مصطفى السيد، كل الاسماء اللي بتلعب، محمد عبد الفتاح، حسين السيد بتاع المقصه انا قلته. في كمان رامي ربيعه كان معانا، بس رامي كان 92 يعني مش في نفس السن، لكن كنت بطلع. محمد العش كان معايا. في لعيبه كتير قوي، حتى هشام محمد وشهاب احمد وشكري، كل اللعيبه دي احنا اشتغلنا معاهم 9 سنين. ويمكن هقول لك حاجه مهمه، ان النادي الاهلي في ال9 سنين اللي اشتغلناهم دول لما باجي اتفرج على مباريات في الدوري بلاقي 60% من لعيبه الدوري بيجوا النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي مش مطالب ان كل سنه يطلع له 5 6 يلعبوا. النادي الاهلي بيلعب على بطوله، فبيروحوا ياخدوا فرص زي مصطفى طلعت بره، زي محمد عبد السلام، زي احمد فرود المنتخب الاساسي دلوقتي حرس الحدود، احمد حسن مكي. احمد حسن مكي، ما هو احمد حسن مكي ده احنا اللي جايبينه النادي الاهلي. كان في الاهلي. طبعا. ومش ازاي ده؟ انا يعني احمد حسن مكي ده كان في الاهلي ومشي ورجعناه الاهلي تاني، واللي كان ماسك في السنه ديت ما رضاش ياخده مننا، وكنت انا وبدر رجب. لان احنا اللي جبنا احمد حسن. مين كان ماسك؟ لا مش هقول لك. لا ده سؤال عادي، اصل ده احنا ما بنخبيش على حد اصل ده عادي جدا. ما لما اسال احمد حسن كان مين مدربك؟ لا مش مين مدربه. لما مشي احمد حسن ممكن تمشي في وقت عندك لعيبه افضل. وارد. لكن لما ترجع نجيبه تاني نرجعه تاني. لما نرجعه تاني للمدرب اللي كان ماسك الفرقه ويرفضه يقول لك لعيب وحش، هي دي كانت المشكله. مين بقى المدرب اللي رفضه؟ ما بلاش يا كابتن مجدي. لا والله عادي. لا والله بلاش. اصل ما الناس هتزعل منك. صاحبك وحبيبك بلاش. اجنبي ولا مصري؟ حبيبي. لا مصري. مصر مين؟ علي ماهر؟ لا علي لسه صغير. علي لسه شغال. علي لسه شغال السنه اللي فاتت. مين رفضه؟ لسه ما عملوش اللعيبه الجديده اللي احنا لا كابتن انور ما كانش موجود. ما كانش. طب مين؟ ما هو ده سؤال عادي اصله. لا ما هو فتحي مبروك. لا مش الكابتن. طب ما انت كده دخلت غرست الناس كلها. لا يعني لو انت ما قلتش فلان يبقى انت غرست الناس كلها. لا مش غرست حسام البدري. لا مش حسام البدري. طيب ما تقول لي مين بقى؟ لا كابتن مصطفى يونس. مصطفى يونس. كان هو اللي ماسك الفرقه. طب اوكي خلاص، ايه المشكله؟ لا كان هو يعني مدرب ايه ساعتها؟ كان في مدرب ال87. كان مدرب ال87. رجعنا له احمد حسن مكي وجبناه، وكان في حرس الحدود وخلاص كان بيخلص، لان احنا اللي كنا جايبينه. بقول لك يعني واحد زي محمد ناصف مثلا، ما انا اللي ساعتها كان عنده بقى بدلاء زيه. عنده لعيبه كتير. ما هي دي المشكله. واحد زي محمد ناصف مثلا. محمد ناصف باك ليفت ده هايل. انبي. انا اللي جايبه من بركه الحاج، انا اللي جايبه في السنه بتاعتي. مشوه برضه؟ مشي برضه. كان كابتن مصطفى برضه؟ لا مش كابتن مصطفى. لا هو هتشيل الليله النهارده. لا مش كابتن مصطفى. انا قلت طب والنني؟ ايوه النني ده ما كانش معايا، بس قالوا ان انا اللي مشيته، لكن انا ما كانش معايا. النني 92 انا كنت ماسك. امال مين اللي كان ماسك 92؟ لا انا مشيت ساعتها. رحت اشرفت على فرقه انبي. لا مش بدر. مين؟ بدر كان ماسك، اللي مسك ال 92 بعديها. كان بتهيألي عمرو انور او اي حد، انا مش عارف، بس هم ما مشاهوش. لان احنا كنا ال 92 كانت اتلغت اصلا من مصر. لما كانت البطوله العربيه اللي هتتلعب مواليد 92 ولغوها الكابتن